سنفوز من أجل رد كرامة الريال. هل تعلم ما هو أسوأ شعور يمكن أن يعيشه مشجع لريال مدريد؟ ليس الخسارة، بل أن يأتي جاره اللدود ليدافع عن كرامته. غدا برشلونة لا يلعب فقط مباراة في كأس الملك، بل يدخل الميدان في مهمة إنسانية: إعادة الهيبة المفقودة للجار الأبيض بعد سقوطه أمام الباسيتي. تخيلوا المشهد: مدريد يسقط وبرشلونة يضطر لتنظيف الفوضى. ورغم غياب النجم البرازيلي رافينيا، إلا أن رسالته كانت أوضح من شمس كتالونيا: سنفوز من أجل رد كرامة الريال. حتى لاعبو برشلونة أصبحوا يشفقون على حال جماهيرهم، جماهير نسيت شكل الفرح في ليالي كأس ملك إسبانيا وباتت تكتفي بمشاهدة غيرها يصنع المجد. برشلونة لا يدخل كثائر فقط، بل كسيد يعرف مكانته، كبير يعرف أن الصغار يحتاجون من يرفع رأسهم. وحين تهتز شباك الباسيتي بكل هدف، لن يكون الأمر مجرد خطوة نحو التأهل، بل رسالة ساخرة تقول: نحن الضوء، ومن لا يحتمل الوهج يعيش في الظل. لم يعد السؤال من يملك المال.